السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين؟ صحيحتكم لاباس؟ كنتمنى من الله كاملين تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناه راها في شاب، وشكرا على لي لايك اللي كتخليو ليا والكومونتير الزوينه اللي كتخليو ليا، هي الصراحه اللي كتشجعني وتفرحني. الله يجازيكم بخير. واليوم ان شاء الله غنشارك معكم واحد الزعلوك راه كيجي رائع وزوين. بسم الله. ندوزو دابا المقادير. عندي واحد 2 حبات ديال مطيشه مقطعين مربعات. عندي 3 خيزوات محكوكين بالحكاكه الرقيقه على هذا الشكل هذا. عندي واحد 2 قرعات خضرات محكوكين بالحكاكه الرقيقه. وعندي شرموله شديتها طحنتها مع زيت البلديه، ودرت فيها شويه ديال الملحه، شويه ديال الكركم، شويه ديال التحميره، شويه ديال الكمون، ومعلقه كبيره ديال الهريسه، و4 الفصوص ديال الثومه. دابا هاد العطريه هذه غندير النص في الزعلوك والنص نشرمل به الحوت. وانتم معايا. وفيها الملحه، فيها الحامض. هاد الشرموله هادي غنقسمها على 2 مرات. عندي زيت العود غادي نشحر به الزعلوك ونكب شويه في الحوت. بسم الله. دابا هاد الحوت هذا غادي نشرملو مزيان ونخليه واحد شويه تيترقد، وعاد ندخلو الفران على 180 درجه ونخليه يطيب. ودابا كما كتشوفوا بعد ما شرملت الحوت غادي نخليه واحد شويه تيترقد، عاد نغطيه بابي الومنيوم وندخلو الفران على 180 درجه. وندوزو دابا نطيبو الزعلوك. ندوزو دابا بسم الله نطيبو الزعلوك. نديرو زيت البلديه، نديرو مطيشه، غنخليو مطيشه تذوب شويه، عاد نزيد خيزو والقرعه ونزيد هاد الشرموله اللي شاطت ليا من الحوت. هادي راه فيها الهريسه، فيها القزبر ومعدنوس، فيها الملحه، البزار، فيها هذاك الثومه، فيها كل شيء، كاع العطريه ديال الحوت. وبعد ما دابت مطيشه واحد شويه دابا غادي ندير القرعه، ندير خيزو، عاد نزيد هاد العطريه اللي شاطت ليا من الحوت. نزيد هاد الشرموله. هاد الزعلوك هذا راه كيجي واعر الحقيقه، واحد المذاق فيه زوين. ها جربوه راه ما تندموش، راه كيجي واعر وزوين. دابا نحركو مزيان، تحرك مزيان، عاد نغطيه ونخليه يطيب على خاطر.
ونتلاقاو بعد قليل. دابا كما كتشوفوها وزعلوكا هو طاب، جا على هذا الشكل هذا، جا غزال تبارك الله. والحوت حتى هو طاب، غادي نطفي عليه دابا الفران ونتلاقاو بعد الشكل النهائي. كما كتشوفوها وزعلوكا هو طاب، جا على هذا الشكل هذا، جا غزال تبارك الله. غير جربوه ما تندموش، الله العظيم حتى كيجي على مزينات. والحوت حتى هو طاب، جا ناشف وزوين، ما فيه دام ما فيه زيت. رافقتهم مع خويز ديال الدار، وشديت درت واحد العصير، شديت الخيار وحكيته بالحكاكه الرقيقه، وعصرت عليه الليمون، ودرت عليه واحد معلقه كبيره ديال سنيده، جا على هذا الشكل هذا. ودابا هذه هي الاكله اللي كتكال في الصيف، غير الحوت، شلاضه، الزعلوك، العصير بحال هكا ديال الخيار والليمون. ايوا كنتمنى هذا الفيديو هذا ينال اعجابكم، وتكتبوا لي في كومونتير وتشجعوني بدوك التعاليق الزوينه اللي كتخليو ليا. وشكرا على المشاهده، وخليتكم في امان الله وحفظه حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.